وضعية الصحفي اليوم كشفتها التسريبات المتعلقة بالصندوق الوطني للترجمة الاجتماعي، وما خفي كان أعظم. لهذا طلبت النقابة على الأقل في 6 سنوات ولا 7 سنوات الأخيرة بتجاوز هذه الوضعية عبر 20 أو 25 بيان، سواء تعلق بالبيانات القطاعية أو البيانات المرتبطة بالمكتب التنفيذي والمجلس الوطني. لهذا نقول بأن هذه الوضعية نحن نعرفها في النقابة الوطنية للصحافة، ولهذا نناضل ونقول بأن وضعية الصحفي تحتاج إلى نوع من التجويد من الناحية المادية، وبكل الوضوح التام نقول أنه حان الوقت لنعيد الاعتبار للصحفي باعتباره إطار في المجتمع، وما يستتبعه ذلك من إمكانيات مادية تسمح له بممارسة مهنته التي هي مهنة متعبة وتحتاج إلى نوع من التفرغ لكي يكون فيها إبداع. إذا أردتم تطوير الإعلام في بلدنا يجب الاهتمام بالصحفية والصحفيين. إذا هذا اللقاء كان مخصصا للتواصل فيما يتعلق بآليتين أساسيتين لذلك، وهي الاتفاقية الاجتماعية، الاتفاقية الجماعية والاتفاق الاجتماعي الذي نحن مقبلون عليه في إطار ما يسمى بالدعم الخاص بالصحف. لكن نقول عموما الصحفية والصحفيين يحتاجون إلى عدالة أجرية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، كما يحتاجون إلى نوع من التجويد لحياتهم المادية لكي يتحولوا إلى مهنة تتطلب كل هذا الجهد وهذا العناء. انتم في المستقبل المهنة، أنا كنتمنى لكم غير الخير، كنتمنى هذه المهنة في بلادنا أننا نوفروا لها الإمكانيات باش نقدروا نديروا واحد الحائط الصد لما يأتينا من الخارج. أنتم تقرؤون وتلاحظون أن اليوم الهويات الوطنية تدافع عنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فماذا عددنا نحن؟ نحن نقول بأنه لا بد أن نهيئ إعلامنا لكي يكون أولا في مستوى الاستحقاقات التي يأخذها بلدنا، سواء تعلق الأمر بالجانب الرياضي، وأنتم تعلمون على أننا على موعد مع كأس إفريقيا وكأس العالم، ونحن مقبلون على صحافة جديدة تحتاج إلى نوع من التكوين وتكوين مستمر، ولن نستطيع القيام بذلك إلا من خلال الجمع ما بين الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير المهارات التقنية. عزيز جابلي رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الرباط. هو هذا اللقاء كان مفصلي، لقاء محطة أساسية وفي مرحلة حرجة، بحيث تتميز الأوضاع الاجتماعية والمادية للزميلات والزملاء من داخل المؤسسات الإعلامية بالهشاشة. كانت هناك استفسارات وهناك كذلك تساؤلات من طرف الزميلات والزملاء، وكانت تساؤلات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال أين وصل الاتفاق الاجتماعي والاتفاقية الجماعية. بالفعل هذا النقاش هذا هو نقاش كان موسع ومفتوح. علاش؟ لإدراج أو إدماج الصحفيين والصحفيات في النقاش العام وفي النقاش هذه القضيتين، لأنهما قضيتين أساسيتين مرتبطتين كما قلت بالعيش اليومي للصحفيين، أي بالأجور أساسا، بالأجور، لأن الاتفاق الاجتماعي وقعناه منذ 2023، منذ فبراير 2023. كان على دفعتين. الدفعة الأولى هناك مجموعة من المقاولات التي التزمت بهذه الدفعة الأولى صرف 1000 درهم للصحفيين، وكذلك الدفعة الثانية لم يتوصل بها أي صحفي إلى حدود الآن. هناك كذلك مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي تنصلت من هذه المسؤولية. الاتفاقية الجماعية لازلنا نعتمد على اتفاقية جماعية قديمة منذ 2015. هذه خطوة نحن نسعى جاهدين. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسعى جاهدة في كل يوم وفي كل خطوة تسعى إلى أن تصبح هذه المهنة مغرية
مهنه مغريه. الان نستشعر او نشعر بان هناك من يتخلى على هذه المهنه. نحن نحاول ارجاع او اعاده الاعتبار للصحفيين من داخل المؤسسات، واعاده الاعتبار لهذه الاجور، وكذلك تنقيحها، وكذلك المطالبه بالزياده فيها من اجل كرامه هؤلاء الصحفيين، لان هذه المهنه بدون صحفيين لا وجود للاعلام ولا وجود بدون موارد بشريه، وان الاهتمام بالموارد البشريه هذا يعني اهتمام مباشر بالديمقراطيه واهتمام مباشر بالاعلام داخل هذا البلد.